السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهاردة نعمل صينية أكلة السمك دي للوحوش بجد. صينية من الآخر. الصينية دي كنت بشوف مطعم اسمه شريمب، كان الطريقة بتاعته هتجنني وعايزة أعمل زيها. فالحمد لله بفضل الله فضلت وراها بكذا طريقة لحد ما توصلت للطريقة دي. الأكلة دي يا جماعة بتحط في صينية بالظبط زي كده، وشوية بقى التحابيش اللي انتوا حابين تعملوه جنبيها. وهي الأكلة كالتالي: عندنا جمبري صبيت متقطع شرايح، وشوية كابوريا لو انتوا بقى حابين تحطوا جندفلي بلح بحر ذرة، اللي انتوا عايزينه. والخضار عندنا سهل: مجموعة من الفلفل الحامي والبارد، وبصل، وكام فص من الثوم. كل ده في الكبة و او على ايدينا يعني، بس لازم تتقطع قطع صغيرة خالص كده. وعندي بقى الوok او الحلة، وعندنا بقى كام قطعة كده او معلقة زبدة مش سمنة، وعليهم شوية من الزيت، لان الاكلة دي بتحب الزيت عشان تتحمر كويس. التحمير الكويس هو اللي هيديكي تيست حلوة قوي، ويديكي اللون اللي انا هوريهولك دلوقتي. هننزل بقى بيها كده، وهندي تشويحة على درجة حرارة عالية. بس اهم حاجة التقليب المستمر، اوعي تسيبيها وتروحي تجيبي حاجة او تقعدي. وهنحط معاها شوية من السكر وشوية من الفلفل الاسود اللي احنا متعودين عليهم في اي تحمير. ونفضل بقى نقلب كده، وهوريكم درجات الالوان بتاعة التحمير. يعني دي اول ما حطيناها هنديها تقليبة كده، وهنفضل وراها لحد ما تديكي الدرجة اللي انا عايزاها. هنقلب بقى كده ونسيبها على درجة حرارة عالية. بصوا بقى، دي تاني مرحلة لما تبقى خلاص ابتدت تحمر. هنديها تقليبة حلوة. بصوا المنظر. عايزه اقول لكم يا جماعه، كان طعمها عايز يعني مش خرافه، كانت تجنن. ودي اخر مرحله في التحمير اللي انا عايزاها. شفتوا شكلها احمر ازاي؟ بنحط معلقه من الصلصه، ومعلقه من الباربيكيو صوص، ومعلقه من دبس الرمان. دول اساسي 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 في الاكله دي. التلاتة دول هيديكي تيست وطعم حلو، بس اهم حاجة ما نزودش كتير قوي، هي كل حاجة معلقة كبيرة. بس بقى على حسب الكمية، لو اقل من كده طبعا بنحط اقل. وبندي تقليبة حلوة. والبهارات دي بقى اللي انا هديها لكم دي اساسيات، عايزين تضيفوا عايزين تشيلوا، دي حريتكم انتوا. عندي قرفة، كمون، كزبرة، وشوية فلفل اسمر، ومكعب من مرقة السمك. عايزين بقى تحطوا بابريكا، عايزين تحطوا اللي تحطوه براحتكم. هنحط شوية من الكركم لزيادة بقى اللون كده، ويبقى الطعم فيه ريحة كمان وجوسي. واهم حاجة تفتتي المرقة بحيث ان ما يبقاش حتة فيها ملح وحتة لا. وننزل بقى بشوية السمك الحلوين دول، غسلاهم غسلة ما شاء الله، كانوا نضاف على الأكل على طول. بنقلب بقى من تحت لفوق بالراحة. بس كانت الوok صراحة يعني الحجم بيها كان كتير قوي، فنزلتها في حلة عشان اقلب فيها براحتي. واهم حاجة بالراحة من تحت لفوق عشان ما نهريش السمك. وما شاء الله الاكلة اصلا ما بتاخدش معاكي ربع ساعة، لان السمك بيشم النار. وهنا كان المفروض بصور طبق كده، جبت طبق وحطيت فيه شوية مية، وحطيت معلقة دقيق صغيرة مليانة، وقلبتها حطيتها على السمك بحيث ان تعملي صوص تقيل. بس معلش الكاميرا كانتش بتصور. وننزل بقى في الصينية بحبة السمك دول يا جماعة. بجد مهما اوصف لكم، كانت أكلة إجرامية بجد. كان طعمها ما شاء الله اللهم بارك تحفة. معسلة على، بصوا تاكلي كده وتغمضي عينك، ما كناش عارفين نتكلم أصلا. فما شاء الله اللهم بارك. لو انتي دفعتي للكمية دي كلها بره، انتي هتعدي ال2000 وشوية، ومش بنفس النظافة ولا بنفس التيست. نفسي بجد تجربوها. ما بنحطش فيها بقى طشة خل ولا اي حاجة، نفس الطريقة دي هي اللي هنمشي عليها. عايزة بقى تحطي بقى ليمون وانتي بتاكلي ده اوكي. بص بقى المنظر، شهية ما شاء الله بطريقة جميلة. ومع بقى شوية رز ابيض وسمكتين بقى كده، كان طلب مخصوص برضو في الفرن. ومع برضو شوية طحينة برضو معمولة بالزبادي والثوم. ما شاء الله اللهم بارك، كانت جميلة جدا. اتمنى تجربوها.